بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مشاريع ممكن نبتديها في البيت عشان نحسن من مستوى دخلنا ونحسن من مستوى حياتنا، ويبقى لينا هدف في الحياة ونكون عملنا لنفسنا كيان. حبيت الفيديو ده يكون زي تكملة أو زقة تشجيع لأي واحدة عايزة تبتدي مشروع. هنتكلم النهاردة عن الست المعافرة، الست اللي دايما بتحاول تبقى أحسن وتطور من نفسها. هنعرف النهاردة طبيعة تفكيرها وإزاي نستخدم الطاقة وإزاي نستمر على الحاجة اللي احنا عايزين نشتغل فيها. الفيديو ده متقسم ل3 أفكار رئيسية. ايه هي الست المعافرة، ايه صفاتها، وايه الفرق ما بينها وما بين الست المستسلمة الساكنة اللي قاعدة مش بتعمل حاجة، وازاي نقدر نتحول من ست مستسلمة لست معافرة، وايه هي طريقة the power of yet، يعني قوة اللسه، يعني الصبر، يعني قوة اللسه في التفكير، هي اسمها كده the power of yet. يت يعني لسه ما جاش، لسه ما حصلش. وعندنا 5 خطوات عملية لو عملتيهم هتتحولي من ست مستسلمة متكاسلة لست معافرة مثابرة، وسهلين قوي تطبقيهم في حياتك اليومية. فيلا بينا ندخل على الفيديو. بس الأول هاي شجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أول حاجة هنبتدي بيها تعريف الست المعافرة، وهي كلمة عربية. لو دورت في المعجم هتلاقي كلمة معافرة دي موجودة ومعناها الصراع أو المثابرة، يعني شخص بيحاول دايما مهما وقع بيقوم تاني وبيستمر. وفي معنى حلو قوي، معنى بيدي للكلمة قوة. المعنى بيقول إن المعافر هو من يعالج أمر ليبلغه، يعني اللي بيعالج أموره وبيظبطها وبيشوف ايه اللي هو محتاج يعمله، بيظبط ردود أفعاله ناحية المواقف المعينة عشان يوصل للهدف معين ويبلغ الحاجة اللي هو عايزها. ودي الفكرة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، الشخص المثابر المتمسك بفكرته لحد ما يوصل لها. في علم النفس الست المعافرة هي الست اللي عندها عقلية النمو، عقلية النمو والتطور. ده اللي عقلها مرن، هي مؤمنة ان الناس مش محدودة بقدراتها الحالية. القدرات دي ممكن تتغير وتتعدل وتتطور بالمحاولات والتعلم. وان شاء الله نعمل فيديو عن عقلية النمو. الست دي بترحب بالفشل، لو وقعت او غلطت بتقوم مش بتيأس، لانها عارفة ان ده نوع من انواع التعليم، ان ده درس بالمجان. الفشل تعلم ودرس بالمجان. ما هو معنى ان احنا بنغلط معناها ان احنا بنحاول وبنقوم وبنسعى، لكن احنا لو ما بنغلطش معنى كده ان احنا واقفين محلك سر ما بنعملش اي حاجة. مؤمنة ان المواهب جواها بس محتاجة تكتشفها وتطورها وتنميها. بالنسبة لها التحديات اللي هي بتشوفها دي فرصة، اي موقف صعب هي بتتحط له هي فرصة ان هي تتعلم منه وتطلع احسن ما عندها. اي تحدي بتقابله فرصة نحسن بيها قدراتنا العقلية وقدراتنا الحياتية، وفرصة ان احنا نتعلم الدرس. عكس تماما الست المعافرة هي الست الساكنة، عندها العقلية المحدودة اللي هي fixed mindset، شايفة كل حاجة بمنظور ضيق قوي، مش بتقبل التغيير، مش مرنة، شايفة ان ذكائها وقدراتها واقفة عند اللي هي تعرفه بس واللي بتعرف تعمله بس. ما بتشتغلش على نفسها، ما بتحبش تطور نفسها، اللي هي بتعرف تعمله بتعمله وبتقف لغاية هنا. ما بتوسعش دماغها ان هي تستقبل معلومات جديدة، بتقول صعب، انا اتعودت على كده، انا ما بعرفش اعمل غير كده. هي اللي قافلة على نفسها وحاسة ان ده اخرها ومفيش مجال للتعديل ومفيش مجال للتطوير، هو ده اللي انا بعرف اعمله وخلاص. طب ليه يا حبيبتي ما تشوفي طريقة تانية؟ حسني من نفسك، طوري من نفسك، اتعلمي حاجة جديدة، جربي حاجات جديدة. ليه موقفة عقلك وموقفة نفسك في نقطة معينة؟ الفكرة التانية هي ذا باور اوف يت، قوة اللسه. هي غريبة شوية بس هي طريقة تفكير الست المعافرة عشان تعدل ردود أفعالها. والطريقة دي جت في بحث للدكتورة كارول دويك، ذكرته في كتاب Mindset The New Physiology of Success.
الطريقة دي قايمة على the power of yet، يعني لسه في حياة، لسه في أمل، لسه في وقت. طول ما احنا ربنا مدينا العمر، كل يوم فرصة للحياة، بنتنفس يبقى في فرصة نشتغل ونطور من نفسنا. طالما لسه فينا الروح ولسه فينا النفس يبقى لسه في وقت. لو فشلتي في حاجة فكري ان انتي لسه قدامك وقت تصلحيها. لو وقعتي في نقطة فكري ان لسه في بكرة نقدر نعمل الحاجة دي فيها. ما تقوليش الوقت فات. مفيش حاجة اسمها انا بقى عندي 40 سنة 50 سنة 70 سنة. كلنا قادرين نغير من نفسنا، لان وقتنا لسه ما جاش. رسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: لو قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة زرعة صغننة فليغرزها. رغم ان الساعة القيامة قامت وخلاص، يعني ما فيش اي حاجة خلاص القيامة قامت، الزرعة دي مش هتلحق تنمو. بس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده عشان يقول لك قد ايه انت لسه قدامك وقت انك تعمل اي حاجة وتكمل اي حاجة، وما توقفش. حتى لو ده يوم القيامة خلاص قايم، لا، ازرع الزرعة دي. ما تقولش خلاص الوقت فات. ودي من ضمن الاسباب برضو اللي انا بترجم لكم المقالات بتاعت الست اللي عندها 80 سنة. رغم ان في ناس انتقدتني وقالت لي خليكي فشوفي حد مسلم وحد مؤمن. الفكرة والله مش في كده، هي عندها خبرة حياتية كبيرة في حاجات هي وصلت لها، الرسول قال لنا عليها من اكتر من 1400 سنة. لسه هي بتعمل وبتعافر وبتكتب وبتنصح الناس وبتقول معلومات. ما قالتش خلاص انا كده مش هعمل حاجة، انا هقعد في بيتنا بقى وخلاص ما اعملش حاجة وخلاص انا بقيت كبرت وانا هعمل ايه وهعمل لمين. لا، هي بتدي معلوماتها للناس، بتحاول تفيد غيرها. شايفة ان طالما لسه في وقت ولسه ربنا مديها عمر، هي تقدر تساعد غيرها وتقدر تعمل حاجات تانية. ننتقل بقى. فحبيت اقول البوينت دي، انا وضحت وجهة نظري للبنت في الكومنت، بس حبيت اوضحها لكم كلكم عشان لو حد كان نفسه يقول او يعني نفسه يعلق في الموضوع ده وما علقش، فانا حبيت اوضحه يعني. المهم الخطوة اللي بعد كده 5 خطوات عملية عشان تبقي ست معافرة. ازاي بقى نتخلص من الست الساكنة اللي قاعدة ونبقى ستات معافرة؟ اخرجي من منطقة الراحة. دي المنطقة المثالية للناس اللي مش عايزة تفكر ولا تنمي من نفسها ولا تطور من نفسها. هي الحاجات اللي هي متعودة عليها تعملها كل يوم، تصحى تحضر فطار، تعمل غدا لولادها، يناموا، تحل لهم، تعملش اي حاجة غير اللي هي متعودة عليه. ده مش غلط، بس لو انت عايزة تتغيري، لو عايزة تبقى ليكي حياة مختلفة، لو عايزة يبقى ليكي أسلوب حياة مختلف، يبقى لازم تغيري الروتين ده ولو بحاجات بسيطة. لو عايزة تشتغلي يبقى لازم تشوفي كورس تاخديه وتخصصي له وقت في يومك عشان تطوري من مهاراتك وتشتغلي. لو عايزة تعملي أي حاجة، لو عايزة تنمي عقلك يبقى لازم تخصصي وقت في اليوم ان انت تقري وتنمي عقلك. لو عايزة تخسي يبقى لازم تخصصي برضو تبني عادات جديدة وتعملي روتين جديد بالحاجات اللي انت عايزة تعمليها، ان انت تاكلي اكل صحي، تشوفي رياضة تعمليها، تتمشي شوية، تخرجي برا منطقة الراحة، برا الكومفورت زون بتاعتك. تاني حاجة غيري طريقة كلامك لنفسك. احنا بنقيد نفسنا بالكلام السلبي: انا مش هقدر، انا فاشلة، انا مش ذكية كفاية، انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، ده اخري، دي اقصى حاجة ممكن اعملها. لا، حاولي تشوفي كلام بديل غير الكلام ده، لانك لو فضلتي تقولي لنفسك الكلام ده انت هتحبطي نفسك وتكتئبي، ويوم ورا يوم خلاص هتبقى الافكار دي مسيطرة عليكي وجزء من شخصيتك ومش هتتغيري. فحاولي تحولي كلامك لنفسك لكلام ايجابي. شجعي نفسك، قومي نفسك، قولي لا انا هقدر، انا مش فاشله، انا هطور نفسي، انا هشتغل على نفسي، انا هاخد الكورس الفلاني وهعمل الحاجه الفلانيه دي، انا هبتدي المشروع الفلاني بادوات بسيطه وبعد كده واحده واحده المشروع يكبر، وهكذا. تالت حاجة فكري بردود أفعالك. شوفي الموقف اللي حصلت قبل كده اتصرفتي فيه ازاي وغلطتي في ايه وتعلمي منه. احنا بنتعلم من التجارب. المواقف اللي احنا بنعدي بيها مهما كانت تافهة فاحنا لازم نطلع منها دروس مستفادة عشان المرة الجاية نتصرف صح. سواء بقى ان احنا نرد بدل ما كنا ساكتين، او لو كنا مثلا ردنا رد ما كانش احسن حاجة نحسنه. المهم يعني نشتغل على نفسنا وعلى ردود افعالنا، ما نديش الامور اكبر من حجمها. لا يقع المؤمن في جحر مرتين، ما نغلطش نفس الغلطة مرتين. نفهم ونطور من نفسنا ونعرف الصح ايه ونعمله.
رابع حاجة بلاش تخافي من كلام الناس. الست المعافرة اللي بتطور نفسها طبيعي جدا تتعرض للنقد. الناس ممكن تقول دي حياتها مستقرة، طب هي ليه بتشتغل، ليه بتدور، ليه بتاخد دورات تدريبية، ليه بتتعب نفسها. بصي طالما شايفة نفسك ان انتي صح وماشية بخطوات ثابتة وبخطة ثابتة، ما تسمعيش لأي حد وكملي في طريقك. وهتلاقي ناس برضو تقولك لا ده شغلك وحش، ده حاجتك مش حلوة، اللي انتي بتعمليه ده قرف ومش عارفة ايه. واول لما تبتدي تنجحي وتعملي ويطلع شغلك للنور ويتشاف، هتقولك ايه ده انتي شاطرة برافو عليكي. هتلاقي كلام اتغير 180 درجة. فبلاش نخاف من كلام الناس وبلاش نسمع لهم، طالما انتي مؤمنة بالحاجة اللي انتي بتعمليها وشايفاها صح ومش بتعملي حاجة غلط وماشية في طريقك. سيبك بقى من اي حد يحبطك، وسيبك من كلام الناس ده خالص. وخليكي ايه داري على شمعتك تقيد. يعني ابتدي كده الناس اللي انتي عارفة ان هم كلامهم لزع وهيحبطوكي وهينتقدوكي، ما تقولي لهمش. اشتغلي في صمت، انوي في صمت، طوري نفسك في صمت. خامس حاجة ابدأي دلوقتي. انت المسؤولة الوحيدة عن تغيير فكرك وتحويل مسار حياتك وتطوير نفسك وتغيير العقلية بتاعتك. ابدأي دلوقتي، سواء بقى مع ولادك، في شغلك، في تطوير ذاتك، في علاقاتك مع الناس. ابدأي دلوقتي تغيري للأحسن وتطوري نفسك للأحسن. وبس كده، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. أحب أعرف رأيكم في التعليقات، وأحب أسمع تجاربكم وأسمع تعليقاتكم، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد يا سكر الدنيا. سلام.